السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى اموركم تكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحليوه اللي هي بسيطه وتتجي رائعه. كانت تصايبها الوالده ديالي شحال هادي. الزربه تتزرب عليها، تتسرحها في الطاوه، تيجي واحد المذاق فيها رائع. غنشاركها معكم اليوم، تتجي على شكل صابلي. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للمقادير. يا بسم الله، غادي نبداو. عندي 2 بيضات. هاد الحلوه بسيطه والمذاق ديالها تيجي رائع. عندي 2 بيضات، غادي ندير كاس ديال سنيده، غندير واحد طاشيه نسمه، قبيصه ديال الملح. دابا غادي نخدمو مزيان هاد البيضات مع هاد السنيده. صافي، دابا من بعد ما خدمت السنيده والبيض تدابت ليا ديك السنيده، غندير كاس ديال الزيت. دابا غادي ندير الدقيق، غندير قشور ديال الحامض تيجي مع نسمه زوين، ساشيه ديال الخميره. تبارك الله، هاد الكاطو، هاد الحلوه هي بسيطه وبالزربه كتوجد معنا والمذاق تيجي فيها رائع، كتجي زوينه هاد الحلوه واخا المقادير ديالها بساط. باش زوينه ساهله في الطيب ديالها، راه يقدر يجي عندك شي واحد على غفله ما تكون موجوده عندك حتى حاجه، ما يجي فين يطيب الماء في عمري كاس ديال اتاي تتوجد معنا الزربه تتوجد. خليو لها العجينه ديالها تكون رطبه. العجينه ديالها تجي تلصق واحد شويه مع ما فيهاش الزبده غير البيض، خاصها تجي رطبه، خليوها رطبه باش تجي زوينه. دابا غادي نجمعها ان شاء الله. العجينه ديالنا جمعتها درتها بحال الكره، خاصها تكون رطبه باش تجي معنا هشيشه. انا عندي الطاوه
ودهنتها بالزيت. اللي عنده ورق الزبده راه تجي ساهله ديري على البوطاجي تطلقيها بالمدلك. انا غادي ندهن الطاوه بالزيت نيشان وغادي نطلقها غير بيدي مع مرخوفه ليها العجينه. تبارك الله راه تتمشي بالزربه تطلق لينا لا مدلك. غادي نكدها مزيان في هاد الطاوه. المهم هادو القياس راه تيجي في هاد الطاوه هكا مربعه ديال الفران ديال الضو. اللي ما عندوش غير طاوه عاديه راه يشد ليها القياس. خاصها تجي ما تجيش رقيقه بزاف. باقا غادي تنفخ مع فيها البيض فيها خميره. نقادوها مزيان نخدموها بالكف ديالنا باش ما يبقاوش فيها دوك الصباع. ساهله بالسربه تبارك الله تتوجد. 5 دقائق هاد الوزاتين موجودين لينا. دابا غادي نديرو كوفيتير ديال المشماش ولا اي كوفيتير تيعجبكم يكون سائل. غندهن الوجه ديالها بالكوفيتير. ما كثرنا ليها الكوفيتير تيجي زوين تتجي معلكه هاد الحلوه تبارك الله تتجي زوينه ومذاق فيها تيجي لذيذ. مذاق الكوفيتير مع النسمه وقشور ديال الليمون ولا ديال الحامض السيترون تتعطي واحد المذاق رائع. والاهم في هاد الحليوه الساهله وبسيطه تتوجد معنا بالزربه. بالنسبه كاين اللي يدير ليها الكوكو الا كاوكاو مهرمش. انا درت ليها اللوز مهرمش. المهم داكشي تيبقى على حساب الاختيار كل شنو بغا يدير. اذا كاوكاو تيجي فيها زوين. صافي دابا انا مشعله الفران سخن ونقصت ليه البوطه. غادي يطيب بحال شكل الكيكه نكونوا ناقصين له البوطه مع الصابلي خفيف بالزربه تيطيب. نديها دابا للفران ونتلاقاو ان شاء الله. دابا الحليوه ديالنا هي خرجناها من الفران خليتها حتى بردات تبارك الله تتجي معلكه. يا بسم الله نبداو نقطعوا فيها. القطع تيبقى على حساب كله كيفاش. كاين اللي تيقطعها وهي خضره. غنقطع ليها هاد الجناب. تبارك الله تتجي زوينه. كيفاش تتجي رطبه وتتجي هشيشه. دابا الحليوه ديالنا من بعد ما بردات وقطعتها الشكل النهائي ديالها تتجي تبارك الله غزاله وتتجي خفيفه وبواحد السرعه تتوجد معنا. مذاق تيجي فيها رائع. تتجي هشيشه
رطبه ومعلكه. تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ودعموني بلايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم جديد، وتنشكركم بزاف، ونتلاقى ان شاء الله في فيديو جديد، ونهاركم مبروك.